أهلا وسهلا. اسمي أنيس أريشا. أنا طالبة في جامعة ماليزيا كلانتن. أنا أدرس هنا منذ سنتين. أنا أحب الحياة الجامعية جدا. أنا أشترك في النادي الفرقة والمالية الإسلامية. في هذا النادي أنا نائبة الرئيس. أنا أعمل مع أصدقائي في المجلس التنفيذي. نحن ننظم أنشطة خسيرة للطلاب، ولكن عندي تحديات ومشاكل كل يوم. المشكلات كبيرة هي تقسيم الوقت. أنا أشعر بالتعب ولكنني سعيدة. هذه تجربة تعلمني أن أكون شجاعة. أنا أريد النجاح في الدراسة والنادي. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء. كيف كانت تجربتك يا أزلين؟ أهلا وسهلا. اسمي نور أزلي صوفيا، وأنا طالبة في يونيفرسيتي ماليزيا كلانتن. أنا سعيدة لأني أدرس في الجامعة. في أول دراسة شعرت بخوف قليلا لأن الحياة في الجامعة جديدة لي. تعلمت كيف أنظم وقتي كل يوم. أحيانا أشعر بالتعب بسبب الواجبات والامتحانات، ولكني أحاول أن أكون مجتهدة في الدراسة. في الجامعة تعرفت على أصدقاء جدد. نحن ندرس ونعمل معا في المجموعة. أحب الأنشطة الجامعية لأنها ممتعة. أساتذتي يساعدونني كثيرا في الدراسة. أنا أشعر بارتباطي بعد الدراسة في الجامعة. الحياة الجامعية جميلة وفيها خبرات كثيرة. أنا سأتذكر هذه الذكريات دائما. كيف كانت تجربتك يا نورين؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي نورين أكيلة. أنا طالبة في السنة الثانية في جامعة ماليزيا كلانتن. في البداية شعرت بالخوف لأن جامعتي بعيدة جدا عن البيت، ولكنني مسرورة جدا لأنني أدرس ما أحبه. الجامعة كبيرة وجميلة جدا. تعرفت على أصدقاء جدد من ولايات مختلفة. هم لطفاء ويساعدونني كثيرا. أحب الحياة في الجامعة لأنها ممتعة. وأنا أيضا أدخل في النادي لملء وقتي وزيادة الخبرة. أتعلم أشياء جديدة كل يوم. ومن هذه التجربة تعلمت كيف أعتمد على نفسي. سأحفظ كل ذكريات جميلة هنا. أتمنى أن أنجح في الدراسة في المستقبل. أنا سعيدة لأنني أستمع إلى كلامكما. أتمنى أن ننجح جميعا ونفرح والدينا. شكرا جزيلا.